لما تتجوزي هتكتشفي إن العلاقة الخاصة اللي بينكوا أحد الأركان الأساسية اللي بتنمي بينكوا العاطفة والارتباط ونجاح الزواج. العلاقة الخاصة دي محتاجة من زوجك مجهود بدني ولياقة. لو هو مش قادر على المجهود ده واللياقة الصح، هيبقى هو نفسيا مش مبسوط، لأن بيبقى عنده رغبة بس ما عندوش قدرة يمارس الرغبة دي. وحاجة أساسية لازم تفهميها: لما الراجل مش بيأدي كويس في علاقته الخاصة، نفسيا بيتعب، بيحس بإهانة لرجولته، فبيدور على مشاكل يعملها. انتي لما بتلاقي المشاكل دي بتكرهي العلاقة الزوجية، وده بيزود الطينة بلة زي ما بيقولوا. فتخيلي ان كل الحاجات دي ممكن نتلافاها لو احنا اهتمينا بتغذيتنا علشان نحسن لياقتنا وصحتنا. انا بيصعب عليا الراجل لما الاقيه بعد كام شهر من جوازه بقى ليه كرش وتخن جدا. هو فاهم ان هو لازم ياكل اكتر علشان يرفع كفاءة جسمه ولياقته، بس هي مش بالاكل الاكتر، هي بالاكل الصح. لازم تكوني مثقفة وتعرفي هتأكليه ايه.